كان عندنا اقتراح نروح ميدان التحرير. لا استنى يا اخي، هو بيقول كده يا جدعان. انا ما بخافش، ما تعمليش كده وكده. ثانية واحدة يا ابني، انا امبارح قلت في التلفزيون لغاية يوم الخميس الساعة 12 الظهر الآن الصيع اللي هناك دول لو ما مشيوش هنروح نطلعهم بالجزم. واحنا قاعدين هنا في مصطفى محمود. عايز اقول لكم يا جماعه في اسيوط وبني سويف واسكندريه مصر طلعت كلها، الناس كانت نايمه مش حاسه بقيمه الراجل اللي كان معاها. الراجل اللي كان ممكن يخش حرب في العراق وحرب في ليبيا وحرب في السودان، حمى شباب مصر. الراجل ده ما راحش اسرائيل ولا مرة زار اسرائيل. الراجل ده يا جماعة لم يسمح بقواعد عسكرية امريكية في مصر. قطر مليان يا اخي، يا امير قطر ده بلدك محتلة يخرب بيتك، انت مش فايق. احنا يا جماعة هنقعد مش هنتحرك من هنا، وبالليل هنزيد، وبكره ان شاء الله باذن الله بالظبط. محدش هنا بيقبض، محدش هنا عميل. الراجل المحترم لما قال امبارح بكبرياء، شفت وقفته كان كلها كبرياء. تقوم البت الصايعة والمحامي الصايع بتاع الاخوان المسلمين، اسمه المحامي الصايع، الواد المحامي الصايع يطلع اسمه عصام سلطان. على فكرة عايز اقول لك حاجة، عصام سلطان ده كان محامي شبير وكسبته، يعني ده محامي على قده، محامي على قده. بس عيب يا جماعة ان عمر سليمان يتعين بعد 5 دقايق يقول لك ايه الشعب المصري اللي واخده. هو انت وحياة امك كنت عملت مقياس للشعب المصري؟ احمد شفيق اتعين بعد 3 دقايق، الشعب المصري مش عايز احمد شفيق. انا مش فاهم. عايز اقول لهم يا جماعة، والله العظيم احنا قدام طريقين يا خراب ودمار يا عمار. محدش يزوق عشان قدامنا بنات. بالظبط، وده اللي بقوله يا جماعه. يا عم البرادة ده سكران على طول، ده راجل مجنون، سيبك منه.